السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا وياكم فيديو اليوم جديد، ويا رب الفيديو اليوم يعجبكم. واتمنى اكيد معودينكم قبل ما نبدي فيديونا نصلي على الحبيب محمد حتى نبدي يومنا بصحة وعافية وخير وبركة ان شاء الله. صلوا على الحبيب يا بنات. ومثل ما شفتوا حبايب قلبي، فيديونا اليوم بديته وياكم من الصبح. طبعا هنا أنا شاركتكم مقتطفات من الريوق مالتنا. سويت البنوتات المربى اللي أنا مسويته وياكم، مربى الآلو والجيمر أكيد. القشطة. فهنا أنا خبزت، أنا أخبز وقت واحد تعرفوني. أكيد متابعاتي قديمات اللي وياي بقناتي أم ملوكة يعرفون أني أخبز وقت واحد الصبح، وأخليه بأكياس وأخليه بحافظة خبز يكون هو للغدا والريوق والعشاء، لأن بالنهار الكهرباء ماكو وأنا أستغل فرصتها من الصبح وأخبز وقت واحد. فهنا أنا ريقت البنوتات وكملت وكفكفت المطبخ، وشنو عندي دجاجة سمكشة أو لحم جامد بالفريز أطلعه على الغدا أجهزه أخليه بالمي حتى يذوب من الثلج، وبعدها أجي أكمل شغلة بالبيت. حتى من أكمل شغلة بالبيت وأتهيأ للطبخ ألقاه ذايب من الثلج وأبلش بغسله وتنظيفه قبل ما أطبخه. إيه حبايبي، هذا روتيني. فهنا أنا شنو عندي ملابس وسخة للبنوتات يعني الجهال، همينة أغسلهم من وقت قبل الشمس. وهنا لازم همين أخذ مسحة على الصالة والغرفة. مسح لازم يمسحوا تلميع للسيراميك، يعني تعرفون هاي الأرضيات من الجهال دائما يأكلون عليها عصاير أو شي يوقع عليها بسرعة يجي النملة وتجي دودة وبساعة تتوسخ أجلكم الله. فحبايبي هنا أنا يومية هذا روتين المسح، يعني ما أستغنى عنه لأن مو مخلية فراش فضروري لازم مسح يومية. هنا أنا أكيد همين خليت معطر فتعطرت الأرضية شوية حتى تنطي ريحة طيبة وشوية، يعني تعرفون واحد لازم ضروري يغير. حبايبي، وهنا أنا أرجع لكم موضوع الخبز حبايب قلبي. فأنا الخبز أخبز وقت واحد قلت لكم، لأن كهرباتنا تعبانة ومرات تشتغل الصبح وما تجي بتطفى بعد ما تجي منها للعصر، فيكون علي الغدا ضروري لازم أنا أعد خبز. وجو حار حتى ما يقدرون يطلعون للأسواق ويجيبون خبز، فأني أخبز من الصبح على البراد وأخليه على الطبق لحد ما يبرد الخبز، لأن إذا أخليه بالأكياس والحافظة وهو حار راح يعرق، وإذا عرق الخبز راح يسمم. فلازم أخليه يبرد وبعدها أخليه بالأكياس حتى ما ييبس، وأخليه بحافظة الخبز وقسمه. يعني أسوي وجبة مال العشاء وبحتها، ووجبة مال الغدا وبحتها، ووجبة الريوق وبحتها. وهنا حبيباتي أني بلشت أكيد بتبخيرات الصالة. طبعا أنا ما أستغنى عن البخور بكل الأحوال، أما يكون روتيني صباحي أو أما يكون روتيني عصري، فأني ما أستغني عن البخور. وعندي ملوكة ما شاء الله يعني تعلمت من عندي، فما تستغني أيضا مثلي من البخور. دائما من تشوفني أمسح وأنظف هي تجهز المبخرة والبخور وتقول لي يلا ماما شعلي لي الفحمة، لين تخافون تشويها. فهنا أنا جهزت لها البخور وإجت تبخر، فقلت خلي أصورها وأشاركها وياكم. حبايب قلبي، أتمنى تدعموني بهذا الفيديو، تعليقات جميلة مثلكم ولايك أكيد ما تنسون اللايك، لأن تعرفون هاي القناة جديدة وبعدها ما محققة منها أي شروط بها هواي، ومحتاجة أكون أوصل ألف وفوق مشترك، ونوصل نحقق ساعات لازم 4000 ساعة. هاي كلها تعتمد على مشاهداتكم اللي إذا تحبوني وتدعموني شاهدوا لي الفيديو من كل قلبكم. ليش تشاهدونه على النص وتطلعون؟ شاهدوه كامل حتى ما تقدرون تتابعونه. عندكم وقت بس تشغلون الفيديو وتروحون تكملون شغلكم عنه. ضروري يكون الفيديو مشاهدينه من قلبكم حبايب قلب. وإذا تحبوني شاركونا بين أصدقائكم وأهلكم، وأيضا تشاهدوا لي على التلفاز، يعني على البلازما اللي يتكنك تطلعون القناة وتشاهدوا لي الفيديو. هذا كلش أكون ممنونة لكم أني، وأتمنى يعني هذا الشي من عندكم، لأن أنتم خواتي وصديقاتي، وما أنسى وقفاتكم وياي بقناتي الكبيرة اللي هي يوميات أم ملوكة. وهنا حبايبي شوفوا مثل ما تشوفون، طبعا أنا من كملت جاب أبو ملاك مسواق. مسواق مثل ما تشوفون هو متكون من فواكه وخضروات لين ضرورية هاي إذا خلصت من كل بيت، لأن هو يتسوق من السيارة اللي تجي يمنا للباب. ما يروح السوق ويتسوق لأن شوية مسافة السوق. ايه حبايبي، مثل هاي الفواكه
والطماطة هاي ما تتحمل طريق وسيارات، وهاي بسرعة تنمرض بالسيارة. فإحنا متعاملين ويا والسيارة اللي يجي يمنا، وبسرعة نتسوق ونصعد مسواقنا، لأن هاي الفواكه بنات هسه بهذا الوقت مو مال مسافة بعيدة، بسرعة تنمرض، خصوصا لا تخلوها بعلاقة وشي فوق شي، فكلش راح تنمرض. فدائما احنا نتسوق من السيارة اللي تجي يمنا. ايه حبايبي، هنا أنا شفتوا أخذت برتقال، جايب عنب، فهو يجي خطية يقول لي شنو النقوصات اللي عندك، شو اجيب للبيت؟ مرات اكو اشياء الحمد لله والشكر موجودة ومتوفرة بالبيت، فاقول له لا تجيب هاي الاشياء متوفرة عندي. ايه حبايب قلبي، فاقول له متوفر هذا الشي فلا تجيبه. فالحمد لله والاشياء اللي متوفرة اقول له جيبها. مرات مثل احنا بصل، ما نجيب بصل دائما، يعني كل اسبوعين نجيب مرة كيلوين بصل كافي، اسبوعين ثلاثة، يعني مرات يبقى حتى شهر واكثر. البصل حسب الاستخدام. تعرفون احنا عائلة قليلة صغيرة، والبصل ما يستخدمونه هواي، يعني هسه انا نص، يعني نص من الراس مال البصل استخدمه للدجاجة، مرقة السوب. أما البيض ما يحبون بيه بصل، البيض التقلاه. فقلت لكم ما نستخدمه هواي، فما يجيب بصل دائما. هو كل شي يعتمد على الاستخدام. أكثر شي هسه جاي يصرفون الجهالة والفواكه يحبوها، فأكثر شي بالمسواق يكون مالنا هو الفواكه والطماطة والخيار. هاي الأشياء اللي يحبوها هسه، لما إنه الجو حار ما يحبون أشياء مثل تقلاه، وهاي أكثر شي يميلون للأشياء الباردة. فالحمد لله حبايب قلبي. طبعا أنا قمت أتثوب وكل شوية أقطع الفيديو وأنعس، لين كلش تعبت. أول شي قاعدة من الصبح روتينات قوية عندي، مثل مسح وتنظيف، وسبحت البنوتات، وتوها اجت الكهرباء شغلت لهم السبلت وناموا. فأنا صراحة قعدت يمهم وجاي أمنتج الفيديو وهم نايمين، وقمت أكلش يعني نعست بشكل مو طبيعي، فأعتقد راح أنام وأنا جاي أحكي وياكم. الحمد لله حبايبي. هنا أنا شفتوا طبعا أنا أغسل، عندي ملوكة دائما تتحفز تحب وياي هاي الروتينات مال غسل المسواق، مال مسح تنظيف، دائما تحب تشاركني، يعني الوحيدة بخواتها، حتى عكس أختها الكبيرة تحب هيجي روتينات وشغلات. خصوصا إذا أنا أقعد من الصبح، تعرفون أم بيت لازم تقعد من الصبح، أقعد من الصبح للخبز وهاي الأشياء، حتى من أخبز تجي تقعد يمي تخبز وياي، عجينتها خاصة بقيتها صغيرة وياها، أخبز تخبز وياها، أي شي أسويه هي تسوي وياي، تشاركني بكل شي. طبعا هذا الشي هي تحبه. المهم حبايبي مثل ما تشوفون. طبعا هنا بنات أنا كلش أحب غسل الفواكه، وضروري كل وحدة أم بيت وعندها أطفال ضروري تغسل الفواكه قبل ما تخليها بالثلاجة، لأن تعرفون الجهال ما يعرفون هذا الشي ما مغسول، هذا ما منظف. دائما يفتحون الثلاجة يلقون بيها هيجي شغلات ياكلوها بدون أي ما يقولولك وما تدرين أو ما منتبهة أو مو موجودة يمهم. فضروري تغسلين الفواكه مثل الخضروات، الخيار أنا هسه عندي، حتى الطماطة يحبون ياكلوها البنات، والله ليش أكذب، حتى الطماطة ياكلوها إذا يلقوها بالثلاجة ويلقون الفواكه خالصة أو شي، مرات يحبون ياكلون طماطة. فأني هاي الفواكه كلها أغسلها، كلها أغسلها، ما أخلي مسواق بالثلاجة ما منظفته. المهم حبايب قلبي، طبعا هنا أنا شنو عندي لحم مجمد، بقيتها من زمان صار له تقريبا أسبوع أو أسبوعين. فاحتاريت شنو أسوي على الغداء، فقلت خلي أسوي مرق أحمر مال لحم، وضفت وياه بتيته مثل ما تشوفون. وإن شاء الله يسهمكم ألف عافية. وهذا غدانا كان، وأتمنى الفيديو اليوم عجبكم، وأتمنى من عندكم أرجع وأقول لا تنسوني
وتعليقات جميلة ولايك من يديكم الحلوة ومشاهدة للفيديو كاملة. يا عمري إلكم انتم وأكون أنا ممنونة لكم. عمري انتم، وإن شاء الله أرجع لكم في فيديو قادم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بعد هذا الفيديو أنزل لكم فيديو بقناتي الكبيرة اللي هي يوميات أم ملوكة إن شاء الله يوم الجمعة. فأتمنى من عندكم حبايبي لا تقصرون وياي مشاركات الفيديو وتعليقات الحلوة. مع مليون ألف سلامة.